الرحمن الرحيم. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان معنا في لقاءات الدوري الاسباني للموسم 2020-2021 هنا وبالتحديد في معقل نادي برشلونه في ملعب الكامب نو وفي اطار الجوله التاسعه. وكما يعلم الجميع هناك لقاءين مؤجلين لنادي برشلونه بعد طبعا مشاركته كان في ربع نهائي الشامبيونز ليج. مباراه اليوم وبرشلونه طبعا في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط. هذا هو الخبر. ميسي على دكه البدلاء وسط يعني عدم رضا عما قرره كومان وعما يعني رأيناه منذ لحظات طبعا. وبالتالي مباراة اليوم يعني كانت من الممكن أن تكون الراحة في مباراة دينامو كييف السابقة. لكن دعونا ننطلق مع المباراة. برشلونة في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط. ريال بيتيس مركز السابع برصيد 12 نقطة. صدارة الليغا الإسبانية طبعا في هذه الأيام وفي هذه الآونة. ريال سوسيداد 17 نقطة من خلال 8 مباريات. ريال مدريد الثاني هو برصيد 16 نقطة من 7 مباريات. ثم فياريال 15 نقطة. ثم اتلتيكو مدريد 14 نقطة. وامامنا هنا تشكيلة نادي برشلونة المتفوق اوروبيا. فاز على فرانس فاروش الفريق المجري بالخمسة. فاز كذلك على يوفنتوس في معقله بهدفين مقابل لا شيء. فاز بصعوبة كبيرة جدا على دينامو كييف في مباراة كان نجمها الاول تير شتيجن الذي عاد للمشاركة بعد ما غاب من بداية الموسم. مباراة سوبرينو واخوان لوبيز وفرانشيسكو فرنانديز حكما رابعا. وانطلاقه حلوه قوي من جانب اليكس مورينو. بيتيس اول هجمه خطيره. النيران الصديقه بوسكيت. النيران الصديقه اول ركنيه في المباراه. مباراه باديه حلوه قوي يعني كره ركنيه على طول امامنا من اللاعب. كان راسيه من جانب اللاعب ويليام كارفاي. كرة الخطيرة أمامنا هنا ويليام كارفاي والتعديل الوحيد على مباراة إلتش بالدوري منذ 4 مباريات. أدي أمامنا كرة محاولة رأسية. فاتي وجريزمان وديمبلي مع بيدري في غياب ميسي اللي في البدلاء. وكرة ثانية أمامنا هو من جانب فاتي. كرة ثانية من جانب أنسو فاتي. 4 أهداف هذا الموسم. فأروع في الأداء مع التعادل مع إشبيليا. التعادل عام 2005. انطلاقة أمامنا من جانب جريزمان. البارسا في رحلة الهدف الأول. لا الأول مش جاي. الأول لسه ما جاء. كرة ثانية من جريزمان. يعني بنشوف كرات خطيرة جريزمان وفاتي. وقام أمامنا هنا مانويل بيليجريني قام ترك المهمة وتولى تروخيو اللي هو المدير الرياضي كان في مرمى الافاس اللي امامنا هنا مطالب انه يكون له حضور ويكون له بقى اشراكه. لكن لما جاب خواكين عاقبه واستبعده. وادي امامنا هنا اليكس مورينو نجم منهم 10 ليجا ومنهم 4 دوري ابطال و10 هدف وصنع كان 10 اهداف اخر 4 مباريات. المحبب ليه. بص امامنا الكرة بتاعت ويليام كارفايو اعلى من النجم فرانكي ديونج. ادي امامنا ويليام اللي هو رفض مرتين. ادي امامنا انطلاقه هنا اليكس مورينو. لكن فين طبعا ما اتظبطتش. عايز يسدد لكن امامنا هنا يطلع لاعب السابق في على طول من جانب اللاعب اللي بينطلق. عدى حلو قوي ديمبلي ثبت بارترا. ولكن هنا شوف بقى خبرة بارترا وحكم اللقاء يدي ركلة مرمى. ادي امامنا عثمان ديمبلي. تكلمنا عن الشائعة الثغرة الموجودة في ظهر سيرجيو روبرتو يستحق انه هو اللي يعلق ويتكلم عن اسباب ويبرر ويبرهن اسباب غياب النجم الكبير ليونيل ميسي. لونجلي الى ركله ركنيه يعني عمه وشهرين وهو لم يجلس على دكه البدلاء النجم الكبير من حي الحارس تير شتيجن. مره ثانيه على طول من تيو. خطير امامنا هنا الاستلام من جريزمان. لمسه امامنا من جانب ديمبلي. وسع ديمبلي هدف حلوه. عثمان ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد. امامنا هنا سجل في مرمى فرانس فاروش وسجل في مرمى يوفنتوس. لكن لم يسجل في الليجا منذ ان سجل في مرمى اشبيليا في الموسم الماضي. امامنا هو ديمبلي يضع الكره لا تصد ولا ترد امامنا من جانب عثمان ديمبلي. امامنا هنا على طول الكرات اللي بالعرض. الهدف الثاني يضيع. هل فيها ركله جزاء؟ فيها ركله جزاء. ادي امامنا الكره. وادي الكره اللي اتعملت من جوردي ألبا. ثم الدخول امامنا هنا في اللقطه الماضيه من عيسى مندي وبارترا. وحكم اللقاء لا يتردد امامنا احتساب ركله جزاء على عيسى مندي. وامامنا هنا جريزمان. كلاوديو برافو يعيدها مره ثانيه. ركله جزاء ضائعه من جانب انطوان جريزمان. فرصه كبيره كانت لتعزيز النتيجه. لكن كلاوديو برافو رائع في التوقع